توت عنخ آمون، اللعنة الحديثة. من الطبيعي عندما تسرد تاريخ شخصية ملكية أن تبدأ بحياته، لكن هذا الفرعون سنبدأ من حيث مماته، أو بالأحرى من أسطورة اللعنة، لعنة الفراعنة. لكن هناك كثير من الناس يرون أن الأمر حقيقة وليس أسطورة. ما اللغز يا ترى؟ دعونا نسمع. في 4 نوفمبر عام 1922 اكتشف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون، ويقال أن ما لفت انتباهه أولا عبارة موجودة بالنقش تقول: سيضرب الموت بجناحيه السامين كل من يعكر صفو الملك. كيف لملك مات عام 1349 قبل الميلاد أن يطلق هذا الوعيد؟ يقال أن الموت الغامض أصاب الكثيرين من الذين احتفلوا بافتتاح المقبرة، وأن التيار الكهربائي قد انقطع في القاهرة دون أي سبب واضح. وانتشرت التفسيرات الكثيرة عن غرابة ما حصل. لم تنتهي القصة بعد. لا تنسى مشاركة المقطع ودعمنا بالاشتراك والتفاعل، وانتظروا القادم.